السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا. تحياتي الإخوة والأخوات، كي راكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيان بخير وعلى خير على كل حال. أحبكم في الله إخواني الكرام. اليوم إن شاء الله غادي نتكلم في الموضوع اللي هو ديال الإقامة، اللي هي لاكارت دو سيجور. اللي هنا كان طبيعة الحال نوعين ديال من هذا النوع ديال الطلب كتعرفوا، ومن بعد دوك النوعين اللي هما كذلك فيها أنواع أخرى، كل واحد كيفاش داز ليها. اليوم غادي نتكلم لكم على الموضوع ديال الإقامة اللي هم الناس كيجيو التجمع العائلي، سواء بالنسبه للرجل او المراه. والموضوع اللي هو فين انا كيدخل لفرنسا وتحصل على الاقامه ديالك اللي هي لاكارت دو سيجور، في ديك اللحظه الانسان كيحر له الامر، كيقول كيفاش انا نمشي نقلب على خدمه كيطلبوا لي واحد النمره ديال لا سيكورتي سوسيال. حنا غادي يقول لك كيفاش غادي دير في ديك اللحظه ملي تمشي دير الطلب ويعطيوك. اول ما قالوا لك يجي لو ريسيبيسي، وشنو خصك دير في ديك اللحظه؟ بزاف تاع الناس كيوقفوا في هذا الموضوع يقول لك وثانيا بعد هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي ندير فيديو اخر غادي نكلم لكم على الناس اللي هنا بدون اقامه في فرنسا، لان مؤخرا كنشوف الحكومه الفرنسيه اللي راها كدرس هذا الملف باش تحصل وضعيه الناس اللي هم بدون اقامه. ولكن الغريب في الامر اللي هم الناس هنا كيقول لك انا عندي 3 سنين 4 سنين وما خدامش، ولا راه خدام، ولا يقول لك خصني نقلب على خدمه وكي غادي ندير ليها باش نمشي نخدم، ولا الشركه كتطلب لي الوثائق، والحكومه الفرنسيه كتقول لك واجيب لي فيش دو باي واجي نعطيك الورق. يقول لك هذا واش كيفاش يعني؟ انا شخصيا سميت لها مقلوبه بالمقلوب، مقلوبه وفعلا بالمقلوب. تمشي تقلب على خدمه رانا الورق، الحكومه تقول لك راني لي فيش دو با باش غادي نعطيك الورق، وباش تجيب لي فيش دو با خص يكون عندك الورق. ايوا فهمت الفهم. وهذا قلت لك كما قال واحد الشخص. هنا كاين طرقات اخرى كتعرفوا ديما بالنسبه اللي هو هاد الناس هما عارفين هاد الشيء هذا. انا كنمشي نجيب الطريقه اللي هي ديال المقله، راكم عارفين شنو هي المقله، قليه ما تقلي، وفعلا تقلي ما تبقى تخدم بها ديما قالي. وهنا المشكل اللي هو لو نيميرو، حتى النيميرو فيه واحد النوع ديال هذا القبيله اللي بغينا نقول، ولكن انا كنقول احسن لو نيميرو هذا راه عنده طرقات اخرى باش نطلع لكم هذا المفهوم ديال هذا الموضوع، باش يعني دي واحد الفكره. الله يخلينا ويخليكم. واللي بغيت نقول للاخوان الخوات المتتبعين، تحياتي لكم جميعا. تحياتي لخويا ميمون بن داده من هذا المنبر الى برشلونه. متتبعي ديالي هذا الشخص لابد يدير لي جام في واحد الفيديو، ما كرهتيناش الفيديو الصراحه. خويا ميمون مرحبا بك. سي حسن كذلك تحياتي له، اللي دار لنا ديك القناه نتاع او ديك الصفحه ديال الرقاده، واللي جمع لنا ناس ديال الرقاده من القدامى واللي شفنا شحال هذه. صحيت خويا حسن كذلك بالمتتبعين الاوفياء. كذلك السي زياني مجيد، سي مجيد لنا من ميلي، كذلك مجيد من قناه الرقاده. سي حكيم كريم، العيوني، بزاف نتابع من الاخوان بطبيعه الحال اللي كيديروا لي جاب كيتفاعلوا معنا. السي بكاي الزينون كذلك تحياتي لهم من هذا المنبر. السي حسن. المهم ما غاديش نقدر نبدل، ولكن كنقول لكم اخوتي زعما الصراحه، القناه نتاعي خصكم تحاولوا ربما تزيدوا على التفاعل، نزيدوا نطوروا هذه القناه، راه غير المصالح ديالنا والمصالح حنا جميعا. راه ما ندي حتى شي حاجه من هذا الشيء هذا باش نقول لكم. راه ما تصحابكم كندخل شي حاجه والو، ما كنقلبوش عليه هي زوج. كنبغي نشارك معكم، كنبغي ندير شي حاجه اللي هي اللي كنعرفها، وانا شخصيا كنستافد معكم وكنتعلم، لان باش تتعلموا باش تواجه الكاميرا وتتكلم ودير العنوان اللي كندير بزاف ديال الاخرات بدايه اللي هي ماجي اليوم. والحمد لله الانسان يجتهد ويخدم على راسو على كل حال. وتحياتي لكم مرحبا. كما يقول لها واحد المثال، فضل وليس امرا، لان حنا غير شويه على ما اظن الناس ديال المنطقه الشرقيه ما عندهمش شويه مع هذا ما يسمى نصوش الميديا، ما على بالهمش. تمشي للغرب من التزاليه الفوق جبر البارطاج والتعليق والكومونتير والتفاعل والجام والجلوبا، والو غير النوع ديال التفاهات وكيتفاعلوا مع بعضهم البر. حنا من الشرقيه هذا عندها واحد التاريخ، وغادي نديروا عليها فيديو خاص علاش وما شنو هو السبب، وانه هو الوحيد اللي كندير معكم هذا الموضوع. المواضيع كنشارك معكم اخوكم محمد من المنطقه الشرقيه. بطبيعه الحال هناك قناه اخرى. الو خليونا ندخلوا في الموضوع اللي هو اساس الناس اللي ربما يستافدوا من هذا القانون، اللي هو باش تعرف انك كي تجي هنا لفرنسا بعض الاحيان وكتمشي ودير الطلب ويعطيو لك اللي هو لو ريسيبيسي في البدايه، وهنا كتمشي تقلب على خدمه كتقول لهم كيفاش انا نمشي نقلب ويقولوا لي يعطيو لها النيميرو. هنا اللي خصك تمشي دير لي ديمارش. الله يخلينا ويخليك بطبيعه الحال. لان علاش اللي كيتزادوا هنا في فرنسا اوتوماتيكمون يسون بري اون شارج مع والديهم، كيكونوا مسجلين في لاكارت لاسورونس ديال والديهم، الام ولا الاب، كيكون لانه خدام. الولد كيوصل هنا 18 سنه اوتوماتيكمون لا سيكوريتي سوسيال تصيفط له النيميرو ديالو الخاص اللي هي لا كارت فيتال كما كتشوفوا معنا في الصوره. صافي راه عنده الورقه ديالو مسالي مريقل، لانه هو تزاد هنا ومسجل اصلا مع والديه في الوقت اللي كانوا والديه مسجلينه في لا كارت لا سيكوريتي سوسيال. عفوا دوك انت منين غادي تجي من المغرب سواء انت ولا المراه، اللي هو غادي تحميك المراه ولا يحميك الراجل، ما يسمى بلا سيكوريتي سوسيال، يعني غادي ديرك في لي شارج ديالها، او هو يديرك في لي شارج. كي تجي هنايا
بالعقد الزواج تمشيو بداك الريسيبيسي ولا عقد الزواج تمشيو للسيكوريتي سوسيال، وهنا المراه ديال غادي دير الطلب ولا دير انت الطلب وغادي يدخلوها معاك للسيكوريتي سوسيال. هنا تيبخيو شارج، يعني ما تخلص دواء ما تخلص والو، صافي بحال الزوجه ديالك، صافي راك رومبورسي لا توتاليتي، فهمتني، ولا سبوتاليزيتي، يعني كيدخل لوبيتال. المشكل هنايا هو بالنسبه لا سيكوريتي سوسيال، ديك المراه ديال هذاك الشخص ولا ديالك انت، واحد منهم من هذاك الشخص بطبيعه الحال. ولكن انت باش غتقلب على خدمه ولا تمشي تقلب على خدمه، خص النمره ديالك، وها النمره كي غادي دير لها، وانا اللي غادي نقول لك كي غادي دير لها. هنا يا اخواني خواتي شنو خصك دير في هذه الحاله؟ اولا تدي لو ريسيبيسي كيعطوه لك في لابريفيكتور، وهنا خصنا نعرفوا بانه لو ريسيبيسي الاخوان في البدايه كيعطوه للشخص هي واحد، راه بعض الاحيان كل واحد والمتطلبات ديالو بداك الملف ربما يكون ما كاملش ويكون فيه بعض العقودات المعقدات كيما بغينا نقولوا، لان بعض الاحيان كيعطيوك ريسيبيسي ولكن هنا ما يعطيولكش سيرتيفيكات دو ترافاي، ما يعطيولكش تخدم، يعطيوك ريسيبيسي ما هي بالاقامه ديك اللحظه اللي غادي تقيم فيها واحد المده حتى يدرسوا الملف ديالك ويشوفوا. هذيك كتوقع بعض الاحيان هاد الحوايج هادو. دونك ديك اللحظه الا ما عطاوكش الخدمه صافي ما عندكش الحق تخدم، راك تستنى حتى يقولوا لك اجي ها الخدمه سير تخدم. اللحظه اللي غادي يعطيو لك انه اوتوريزي دو ترافايي بيك لو سي بي سي، لان علاش كاين جوج ديال الحالات في هذا الموضوع. كاين ما يسمى بالاقامه اللي هو ديال لا بريفيكتور تعطيها لك باش تسيركيلي وتخرج وتفواياجي. هنا كاين ما يسمى لا كارت دو ترافاي، ورقه ديال الشغل اللي تعطيها لك لو مينيستر دو ترافاي، وزير الشغل. لان فاش رجعوا ليزاني ديال الستينات والسبعينات الاخوان راه كانوا يعطيو لهم جوج ديال لي كارت، واحد الكارطه اللي هي الاسم ديالها كارت دو سيجور، والكارطه الاخرى الزوجه اللي هي الاسم ديالها كارت دو ترافاي. كانوا يعطيو لهم جوج، يمشيو لهاد البيرو يعطيو له لا كارت ديال الاقامه اللي هي ديال لا بريفيكتور باش يتمشاو ويفواياجي الى اخره، والاخرى ديال الخدمه. راه كانوا جوج ديال لي ديفيرونت الاخوان. اليوم جمعوها في كارطه واحده اللي هي لا كارت دو سيجور، ومن موراها دايرين يعني متروبوليتان، يعني اي حاجه من القبيل انك من حقك تخدم الى اخره الى اخره. دونك هنا اللي غادي نمشيو شنو خصك دير؟ الله يخليك في ديك اللحظه اللي غادي يعطيوك الريسيبيسي ويعطيوك اوتوريزي دو ترافايي، اما اخويا روح للشوماج. شنو هو؟ غادي تمشي تانسكري دوموندور دومبلوا، راني كنقلب على خدمه. هنا من تمشي للشوماج من طبيعه الحال بريزونتي راسك الريسيبيسي ديالك، غادي يشوفوا الساكن ديالك اللي هو في الحي فين تكون، داك الحي هذاك اللي هو تابع لاسيديك، غادي يسجلوك. ملي غادي يسجلوك هنا غادي يطلعوا لك ملف وغادي يطلبوا منك المعلومات ديالك انت الشخصيه، واش خدمت وشنو كنت دير وشنو هما المعمولات ديالك الى جميع الوسائل غادي يطلبوها لك، هما انت تتكلم هما غادي يبقاو يسجلوا. وهنا غادي يطلبوا منك واش النيفو ديالك الدراسه الى اخره، واش بغيت تخدم، واش هي المهنه ديالك، واش بغيت دير ستاج، واش بغيت تزيد تقرا، واش بغيت راه يحلوا لك البيبان اللي هو انت تفرع مع راسك وشوف اللي غادي تبغي. بغيت تزيد تقرا سير تقرا، بغيت تعلم وتزيد على المهنه ديالك سير تعلم وزيد تقرا، يعني انت اللي غادي تتبع. وبغيت تقلب على خدمه تقلب على خدمه، هنا غادي يسجلوك ما يسمى بشارشور دون لومبلوا. يعطيو لك واحد الكارطه، ديك لاكارت هي فيها لو نيميرو ديال لاسيديك فراك مسجل، وهنا غادي يعطيوك واحد النيميرو ديال لا سيكوريتي سوسيال عفوا ما يسمى بلو نيميرو بروفيزوار، وهذاك هو اللي غادي تمشي به بديك لاكارت ديالك ديال ريسيبيسي اللي فيها اوتوريزي دو ترافاي، بديك لاكارت ديال اللي غادي يعطيوها لك لاي بي ولا الشوماج اللي هو واحد النيميرو ديال لا سيكوريتي سوسيال بريفيزوار باش كيتقلب على خدمه بريزونتيه للشركه. ما يسمى بريفيزوار لان هذيك اللحظه غادي كيتخدم الشركه ديالك اللي غادي تخدم عندها، هي غادي تفيرسي لك في ذاك النيميرو هذاك اللي هي كتقلب على النيميرو فين غادي تحط لك دراهمك صاحبي. ما دير هكا في ديك اللحظه اللي غادي تخدم عندك 3 شهور، كيتقفل 3 شهور هنا عادي يعرفوا بانه صافي راك خدام، والباترون ديالك راه كوتيزي لك في الصندوق ديالك. هنا غادي يصيفطوا لك واحد الملف وتعمرو ودير لاكارت النيميرو سميتو، دير الصوره ديالك تصيفطها لهم الى اخره. هنا ملف تعمرو المهم وتصيفطوا لهم. هنا غادي يصيفطوا لك لاكارت فيتال كما كتشوفها من هذه هي ديفينيتيف. هذا هو اللي بغيت نقول للاخوان الاخوات. بعض الحين كيحسوا في هذا اللحظه يقول لك عندي لاكارت نمشي نقلب على خدمه، او عندي ريسيبيسي خصني خدمه، وملي نمشي نخدم يقولوا لي راه النيميرو ديالك في ديك اللحظه كيما قلت لك اين فوا يعطيو لك اوتوريزي دو ترافاي، جري جيبها عند الاي بي او وسجل راسك، يعطيو لك لاكارت اللي هي ما يسمى ريشارشور دون لومبلوا، بقى يصيفطوها لك كل شهر اللي هو في ديك اللحظه كتقلب على خدمه، هما غادي يقلبوا لك على حسب المهنه اللي انت قلتها لهم، او انت اللي غتقلب حتى تلقى خدمه ديالك ان شاء الله باذن الله. اخواني الكرام، باش نكمل معكم هذه الختمه ديالي ان شاء الله، اللي هو كما قلت لكم هذا الفيلم اللي حكيت لكم ديال هذا الفيديو ديال الناس ما يسمى بالتجمع العائلي. وغدا كما وعدتكم ان شاء الله اللي غادي ندير لكم فيديو اخر، وغادي نتكلم لكم على الناس اللي هنا في فرنسا ما عندهمش الوثائق الورق، وكيقلب على انه باش يخدم ويقول حتى انا كي غادي ندير المقله وغسلي النمره. بقاو معنا غدا ان شاء الله، غادي نعطي لكم الحلول في هذا الموضوع ان شاء الله باش تلقى شي خدمه ان شاء الله بعون الله.
اخواني خواتي تحياتي لكم، بارطاجيو معنا هذا الفيديو ان شاء الله، وشي كلمه زوينه وواحد القليب ولا الجام باش نطوروا هذه القناه ونمشيو لقدام. والى فرصه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الله